ليش اشتري سيارة غالية وأنا ما عندي فلوس؟ دائما أسمع أن بعض الناس لما يشوفون أشخاص شروا سيارات، وبالذات إذا كان الشخص مثلا تكون ظروفه صعبة، يعني ظروفه مو إنها صعبة، إنها ممكن بحال إذا شرى سيارة غالية تأثر على الميزانية مالته. وإحنا قاعد نشوف وايد شباب ممكن أول ما يتخرج يروح يدق له قرض وياخذ له سيارة غالية لعدة أسباب، بس معظمها إذا كنت أنت صغير بالسن ورحت شريت سيارة غالية فأنت 90% أنت ما تحب السيارات، لأنك أنت جديد على المجال، أنت ما تدري إذا أنت تحبه ولا ما تحبه، أنت للحين ماشي على خبرة الناس اللي قبلك والناس اللي عندهم سيارات، فأنت هني داش بنوع من المخاطرة. بهالحالة أنت ممكن ركبت نفسك قرض، أنا قاعد أتكلم عن شخص ما عنده، ركزوا، قرض وخذ السيارة من فلوسه، يعني مؤهلة مثلا أبوه راح شرى له سيارة، أمه شرت له سيارة، فأنت إذا كنت توك متوظف صار عندك معاش ورحت خذيت قرض، هني أنت دخلت بمشكلة كبيرة. في حالة إذا أنت غير محب لمجال السيارات أو أنت غير محب للسيارات، هني أنت دخلت نفسك مثل ما يقولون ريسك أو مخاطرة، لأن أنت ممكن دفعت مبلغ كبير وراح تدفعه سنين، بالذات أنت ماخذ قرض، أنت مو شخص غني رحت خذيت سيارة، فبهالحالة أنا أشوف أنت دخلت بدوامة أنت غنى عنها. ودائما في فئة من الناس اللي هي غير محبة للسيارات تتدخل بأمور شخصية للناس الثانية اللي هي محبة للسيارات. شلون؟ أنا أقول مثلا أنت قاعد ديوانية، يجيك شخص ما له علاقة بالسيارات ولا يفهم بالسيارات هو أساسا، ولا يعني ما يستهوي الشيء هذا، ما يفهم، مو مجاله كلش نهاية، يحب أشياء ثانية. هو يقعد يقول لك أنت ليش خذيت السيارة الفلانية؟ ليش؟ حتى إذا أنت كان عندك فلوس، فرضا أنت شاري سيارة كاش، ليش أنت خذيت هذا؟ ليش دفعت أنت الفلوس هذه؟ أنت مجرد ما تلقون شخص يقول لك هالكلام، هذا مستوى تفكيره يكون محدود نوعا ما، لأن متى أنت تكون واعي؟ لما أنت تفهم أن في ناس غيرك مختلفين عنك. أنت مجرد ما توصل للنقطة هذه أنت راح تكون وصلت مرحلة نضج، أنت ناضج. مثلا أنا شخص مستعد أدفع 70-80 ألف اشتري سيارة، ليش؟ مبلغ كبير جدا، أنا أحب الشيء هذا، أنا أحب الشيء هذا، يستهويني الشيء هذا. لما نقيسها بناء عليه الناس الثانية اللي مثلا ما تحب السيارات، هي دفعت 80 ألف، ركزوا بس بأشياء ثانية، ساعات، في ناس تحب الساعات ما تحب السيارات، دفع أكثر منك، بعد أكثر من 80. شخص يحب البحر راح شرى له طراد، وعدد السنارات اللي شراها السنين اللي فاتت وهذا ممكن وصلت ل 80 ألف. في شخص لا يحب التجارة، خذ 80 ألف ودخل فيها أسهم ودفع هني وهناك، كلنا دفعنا فلوس، بس اللي يفرق إن كل شخص دفع فلوس بالمكان اللي هو يحبه. أوكي، لما نرجع حق نقطة إنك أنت دقيت قرض ودخلت نفسك بريسك وهذا، أوكي هني أنا أقول لك أنت نوعا ما أنت ممكن ضريت روحك، بالذات إذا أنت غير محب للسيارات، أو حتى إذا أنت محب للسيارات تقدر توصل أو تشتري السيارة اللي أنت تعجبك بسعر معقول، ممكن ما يهز ميزانيتك. يعني في سيارات وايد حلوة سعرها مو مرتفع جدا، تويوتا سوبرا، نيسان زد، موستنج، كامارو، السيارات هذه ممكن أنت ما تحتاج قرض كبير عشان تركبها، وسيارات سبورت حلوة. إذا أنت ببالك برفورمانس وعندك شوية ميزانية ممكن تصعد ليه سيارات ثانية. في ناس مو محبة للسيارات، ركزوا، في ناس تحب برستيج السيارة، هذه هم فئة من محبين السيارات. في ناس تحب السيارات يدوس فيها، وهذا أخذ لك سوبرا، أخذ لك موستنج، أخذ كامارو، كوربت، هذا يتعدلون وأسعارهم متناول الجميع. في شخص يحب الحلبات بس شوية أغلى تكون سيارات، ياخذ له بورش،
بورش حق الحلبات ممتازه، بس شويه مصرف وشويه هي غاليه بالبدايه، بالذات اذا بنروح حق ال911 هي غاليه الحين وصعب انك تحصلها بسهوله. بس قاعد اقول لك كل واحد واحتياجه. في واحد لا، انا احب والله الديكور، احب البرستيج، انا احب الشيء هذا، انا طبيعه عملي، طبيعه المستوى اللي انا فيه برستيج، ياخذ له بنتلي، ياخذ له روز، ياخذ له، يعني مو معقوله واحد يحب الحلبات ياخذ له بنتلي، لا انت هني دفعت فلوس بالهواء. فهمتوا علي؟ ففي شخص محب للسيارات، في شخص غير محب للسيارات، في شخص محب للسيارات من فئة السباقات، في شخص محب للسيارات يحب قيادة، متعة القيادة، في شخص محب للسيارات يحب ديكور السيارة. فكل هذيل ينحدرون تحت محب للسيارات. في شخص غير محب للسيارات، هذا الشخص اللي أنا يعني بكلمه. أول شيء أنت مختلف عن الفئة الثانية، فأنت ما عندك إحساسهم، هم مو انه ضيعوا فلوسهم ولا قطوا فلوسهم ولا لا، هو يحب شيء انت ما تشوفه انه شيء انت تحبه. ممكن في فئه من الناس محبه السيارات يشوفك انت هم بعد انه شنو شاري لي ساعه ب 20,000 دينار ب 7,000 دينار والامور هذه. ممكن محب للسيارات يشوف شخص والله يحب البحر، شنو شاري لي طراد بس بالصيف استخدمه، بعز الشتاء اذا في موج اذا هذا مائي. بكل اختصار كل شخص له مجال اللي يحبه وتحترمه، هذا أهم شيء، لازم تحترم الشيء هذا لأن الناس مختلفة عن بعض. الشغلة الأخيرة دائما أقولها حق الناس، حتى لو كنت أنت محب للسيارات لا تضغط على روحك، لا تضغط على روحك، اشتغل، اجتهد على نفسك، جمع مبلغ، خلي يصير عندك مبلغ مرتب، بعدها روح اشتري السيارة اللي أنت تعجبك. أنتوا إيش رأيكم؟ فكرة شخص غير محب للسيارات أو شخص توه تخرج راح دق له غرض شرى له سيارة غالية، أنتوا تعتقدون ليش قاعد يسوون كذي؟ حطوا تحت كومنت. أشوفكم على خير فيديو ثاني، لا تنسون الاشتراك بالقناة ودعمي لأن القناة كانت واقفة فترة طويلة، توني راجع. مع السلامة.